السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض سمك تونه في الفرن بطريقه جميله جدا، وهنعمل رز صياديه، وهنعمل سلطه بلدي. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا سمك تونه غسلاه كويس جدا. بعد كده هكون مجهزه معايا الخضار اللي احنا هنعمل بيه السمك. انزل ب10 فصوص توم عندي في الكبه، وهبتدي ان انا اقطع بصلايه متوسطه الحجم بالشكل ده ننزل بيها في الكبه. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ما قطعت البصل بالشكل ده هبتدي ان انا اقطع معايا جزرايه بالشكل ده. لو احنا ما عندناش كبه او مش متوفر عندنا كبه، نبتدي ان احنا نبشر البصل والجزر على المبشره، وانزل عليها بعودين من الكزبره الخضراء بالشكل ده، وابتدي ان انا انزل عندي في الخلطه بالشكل ده. واكون مجهزه معايا فلفل رومي على فلفل اللي هو الحامي، وابتدي ان انا اقطعه بالشكل ده وانزل بيه عندي في الكبه. وبعد كده اعصر عليها نص ليمونه، وبعد كده انزل عليها بنص معلقه ملح، وانزل عليها بنص معلقه كمون، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الخل، واضربهم كويس جدا. كده الخلطه جهزت معانا. نبتدي ان احنا نفرش معلقه كده كبيره من الخلطه في الصينيه بالشكل ده. ابتدي ان انا اتبل السمك بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، واخلي السمكه تشرب كده من التتبيله الجميله اللي احنا عملناها مع بعض. كده خلاص خلصنا السمك بتاعنا. بعد كده ابتدي ان انا اخد معلقه كبيره من التتبيله، وابتدي ان انا احطها على وش السمك بالشكل ده. اكون مجهزه معايا طماطم واقطعها حلقات بالشكل ده، وابتدي ان انا ارص الطماطم على وش السمك بالشكل ده. واكون مجهزه معايا ليمونه، وابتدي ان انا اقطعها شرايح بالشكل ده، وابتدي ان انا ما بين كل سمكه والتانيه احط شريحه ليمون، وما بين كل سمكه والتانيه ابتدي ان انا احط عندي ورق لوري بتديها طعم جميل جدا. وابتدي ان انا اخد معلقه من التتبيله، وابتدي ان انا احطها على وش الطماطم، وادخل السمك عندي في الفرن يطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله السمك جميل ازاي. وعملت جنب منها سلطه بلدي، وعملت جنب منها رز صياديه او اللي هو رز بالبصل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.